مرحبا. هي مرحلة تضييع وقت بامتياز، سواء من خلال المبادرة اللي مواصلة فيها قوى المعارضة، واللي يفترض مع نهاية هذا الأسبوع بعد لقاء ممثلين عن الثنائي الشيعي تكون وصلت هذه المبادرة إلى نهايتها وإلى الحائط المسدود اللي كان متوقع له من البداية. هذا يؤدي إلى دخول كما قلنا بوقت سابق الملف الرئاسي في غيبوبة. هذه الغيبوبة ستكون أيضا مرتبطة بالعطلة الصيفية الطويلة اللي كمان سفراء اللجنة الخماسية اللي راح يدخلوا فيها، علما أنه مصادر دبلوماسية تقول أنه أصلا الطب اليوم في ملعب اللبنانيين. القوى الدولية تفاهمت أنه الحوار هو البوابة لإخراج الملف من عنق الزجاجة، ولكن التناتش اللي صاير بين اللبنانيين على شكل هذا الحوار وطريقته هذا لا يعني اللجنة الخماسية، وبالتالي الملف اللبناني أصبح في أسفل سلم الأولويات بعد ما كان على رأس السلم، خاصة كمان مع استبعاد الحرب الموسعة لبنان. كان في هناك تعاطي خارجي مع لبنان على أساس أنه يفترض ممارسة الضغوط على إسرائيل لتجنيب لبنان الحرب الواسعة. هلأ اليوم بقت واضح أنه الحرب الواسعة منه خيار قدام إسرائيل في المرحلة الراهنة، وبالتالي تلقائيا مع تراجع الاهتمام بموضوع الأمن والعسكري في لبنان يتراجع الاهتمام بالملف الرئاسي الذي أصبح ملف ثانوي. في هذا الوقت قالت مصادر مطلعة على جو حزب الله أنه حتى الخطوط الحمراء اللي كانت إدارة بايدن حطتها لإسرائيل لوقف الحرب على غزة، هذه الخطوط على ما يبدو أسقط نتنياهو ولن يلتزم بها نتنياهو، ومع تأكده بخاصة بعد اللي صار مؤخرا أنه دونالد ترامب سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية، هو سيحاول خلال الأشهر الستة المقبلة مواصلة سياسة المماطلة وتمييع الأسس كي تستمر الحرب على غزة طوال هذه الفترة. لن يقف عندما يريده جو بايدن في هذه المرحلة بانتظار مجيء ترامب واستلامه زمام الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية. لا علم نتنياهو أنه هو وترامب حلف قوي جدا، وقادر ترامب يفرض هدنة ووقف إطلاق نار بشروط إسرائيل وليس بشروط حماس كما يتم التداول اليوم.